طلعينا احس بايد القدوتها صغيرون. هاي لك بالعافية. هي راح تمشي وقلونا. اقعدي هيك. قلو ترى حبابة. مالتينا؟ يا بتجرها هاي شوي بعدها. هاي مالتي. تريد شكر هذا شكر؟ لا ما لا. شوفوا لي الفخامة والجمال. شوفوا هاي العالم كله جاي هنا. هذول من عشاق السيارات اللي يجون هنا. عشاق السيارات الانتيك والقديم وجماعة الذوق الرفيع. شوفوا هاي العنشة. هاي ابويا وابوكن وامي وامكن. هلا صباح الخير، شلونكم؟ طبعا من ثالث يوم بشتوتغارت. اليوم راح نطلع. شوف نظارتي وقع عليها مي بس عادي. اواخر يلا طلع حبيبتي. فاليوم ان شاء الله وين رايحين؟ اخذكم وياي. وين بنونا راح نروح؟ متحف مرسيدس. راح نروح متحف مرسيدس، واذا لحقنا نمر ويانا على متحف البورشة. فأنا حابة هيك أنقل لكم في الصورة حلوة عن المدينة، ويعني جولات بسيطة نطلع بيها ويا العائلة. فخليكم ويانا لنهاية الفيديو، أتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم مال اليوم. واللي يشوفنا أول مرة لا ينسى يشترك بالقناة ويفعل الجرس على الكل، ولايك وتعليق. وهلا الهلا باللايكات حبايب دا يتابعون وماكو لايكات. صلوا على النبي وضغطوا لايك، يعني ما يصير شيء. ويعني أكون ممنونة منكم على اللايك، لأن اللايك يرفع من الفيديو بنات. هاي كم مرة أرجع وأقول، فأتمنى منكم لا تنسونا باللايك، لأنه دا أتعب وأصور على مود أنقل لكم صورة حلوة. فخليكم ويانا هسه رايحين نتحرك إن شاء الله ونتوكل على الله. وشنو انتظرونا. أوكي. Goethestraße, dann rechts abbiegen auf. 100 Metern das Ziel befindet sich links. Mercedes-Benz Museum. هسه بنات وصلنا للمرسيدس بنز. طبعا المعرض مال المرسيدس او المتحف مال المرسيدس. فهسه راح ندخل جوا ونشوف شنو اكو وشنو ماكو وانواع السيارات الموجوده. مشي 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 مشي. يلين ببلاش هيك بس يعطوها تيكت على مود يعرفون انه كم نفر طب للمتحف. هذا ليش عشان تعطيها التيكت. أهلا وسهلا أصدقائنا وأحبائنا. اليوم في متحف مرسيدس عبارة عن 8 طوابق. سوف تشاهدون أجمل اللقطات وأجمل السيارات وأجمل التكنولوجيا الألمانية. نصعد بالمصعد ونشوفكم فوق. باي باي. راح نصعد بالمصعد هنا. خلينا نشوف خلينا يتحرك. سمعوا لي صوت الصالونات. وهسه حبايب احنا بالطابق السادس. فلفت انتباهنا هذا الحصان اللي يخليه كتمثال دليل على تطور الإنسان. شلون تطور الإنسان؟ لأن الإنسان كان قديما يستخدم الحيوانات بكل أشياء، تنقلاته، نقل البضائع، يعني المزارع، الكل شيء. وبعد التطورات اللي دخلت على العالم ودخلت بألمانيا بدأوا يصنعون الأجهزة البخارية في التنقلات وبالشغل. فخليكم وياي، خلوني أراويكم شنو نوع المحركات اللي صنعتها ألمانيا بذاك الزمن. وهنا شوفوا لي حارضين الإنسان شلون كان يستخدم الأحصنة
قبل يعني سابقا بكل شيء كان يستخدمه، انتم شايفينها بالأفلام القديمة وتعرفون كلش زين شنو كان الإنسان يستفاد من هذه الحيوانات. فهم حاطيها كسلاسل، يعني سلسلة سلسلة، يعني مراحل التطور أو مراحل التكنولوجيا سلسلة سلسلة. شوفوا لي على هاي السيارة، أول ما قام الإنسان يصنع المحركات، يعني اخترع المحركات البخارية، وشوي شوي طور المحرك البخاري من صغير إلى كبير، وهكذا. يعني هذا المتحف يحكي عن معالم ثقافة الإنسان وتطور الإنسان علميا بذاك الزمان، وخاصة يعني شركة المرسيدس والعالم اللي صنع هذه يعني المحركات. شوفوا المحركات اللي كانت في البداية شلون كانت، تاريخها يرجع ل 1891. مثل هذا المحرك اللي هسه صورته، اكو محرك يبدي ورا بعد سنتين تطور، يعني الانسان ما توقف عند مرحلة معينة، التطور بدا مراحل مراحل، مثلا سنة ورا سنة وسنتين ورا سنتين. والخزن هم ينطي اكثر، لانه اذا ما عندك خزن سيارة من هاي السيارات الفخمة إلها تاريخ، وإلها يعني شخص اللي مصنعها ومسويها، وإلها وقت ولادة معينة، يعني تاريخ معين، سنة معينة، إضافات جديدة ضايفينها. كل واحدة من هذولا إلها قصة يعني، أو إلها حكاية. طيب شوفوا هاي العنجة، هاي أبويا وأبوكان وأمكان يتذكرونها مثلا دق النجف. هاي صح دق النجف مو؟ دق النجف. شوفوا هاي الجمال، شوفوا يا شوف عنجة حلوة. هاي تاريخها شو كتب معنا، انولدت هنا يقولوها سنة 1969. شوفوا مرسيدس بنز شلون جمال فخامة. شوفوا لي هاي السيارة، هاي من أقدم السيارات اللي كانت ببغداد، كانوا العرايس والزفارات البغدادية كانوا كلها بهاي السيارة. أنتجت هذه السيارة 1907. كانت العائلة البغدادية الزنقينة كانوا يسوون أعراسهم بهيك سيارة، تصعدون العريس والعروسة بالطابق هذا، والزفافة فوق دقوا رقص للصبح والتعدي عد مواطنين.
هنا دخلنا على السكسات ايش اسمهن السكسات هذني؟ التريلات السكسات الشفلات راح نشوف ما ادري ابو علي شنو يسمين الا فد اسم التنافير ابو علي من عشاق السيارات بس نقول له على في السيارة يعطينا اسم الجمال هذا 1955 تولدت هاي السيارة. شوف هنا هذا من ذني الكروانات او مع الوسخ الضمن انا حاطيه. البيوت اللي ياخذوهن كان قبل عندنا هذا بوست. بالثمانينات بوست يباتون بيه يطلعون برا. بنطلون يطيق. يلا سلام. والله حلو هذا. يلا شوف. شنو ذا؟ ذني دلوجيها. هاي بلينكا. يا بلينكا. هاي شوفين. هاي شنو اوتفيت تشوفها؟ هاي باثنين. هاي شنو رجلي هيك لازم يصير. يا أنا تولش. هاي اوتوماتيك ماما. ما أدري. نايم. شلتر. شوف. يلا فردش. 17 حبيبي شو دا يسوي؟ قاعد حبيبي كم جاكيت جبتوا؟ صفاق علك صفاق عينها سبايدر قدوتها صغيرون. هاي لك بالعافية. هي راح تمشي اللونه اقعدي هيك. حلو ترى حبابه مالتينا جابت جراها شوي بعدها. هاي مالتي تريد شكر هذا شكر. لا ما لا. بعد ما خلصنا جولتنا وفطرينا وتونسنا بالمعرض مال المرسيدس صار وقت الفطور طبعا. فعندنا هنا احمد صايم ولين صايمه. احنا بعد مسافرين المسافر ما عليه حرج يعني. هسه يسوون بشتيلونج على شنو؟ على الفطور. يا شكلي تخوف طلع. لا حلو بشتيلونج على الفطور. هسه نريد نفطر ان شاء الله وأراويكم السفره مع عمي ساعة ب8. وقال له هم جاي تاكل هم ما تبنتي. لولو قاعد ياكل الحلو الحلو. يلا لا بعد عمي يعني ربع ساعة أكل عمي. لو قايل له بعد ربع ساعة وتجيب لي اياها على مود حارة. احنا طيبات دونار صح راح تجي طلبيات. شوف البزونة مالتنا. شوف الكتكوت مالتنا. صغار صغارتينا. مو ذني البطن نسوي لي اياه. ليش؟ البطن. بزون. وهسه حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. باي باي.